السلام عليكم دكاترة تالتة ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله بإذن الله مع بعض هنحل الجزء الأول في الباب الرابع من كتاب التفوق والخلايا الجلفانية. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على النبي الأول. السؤال الأول بيقول أي المعادلات التالية تمثل تفاعل أكسدة واختزال؟ خد بالك قال موزون، فقدام اختياراتها واحدة واحدة. أولا أنا هستبعد الإجابة رقم د لسبب، لأن أنت عندك هنا 4 اتش، خرج هنا 2 في 4 بكام؟ ب8 اتش، فان انا اكون 4 واخرج 8 دي مش موزون، يبقى دي غلط. تعال على جيم، برضو هنستبعدها ليه؟ عشان برضو مش موزون. انا هنا عندي 8 اتش، خرجوا 2 في 2 ب4، لا والله دي مش موزونة، يبقى ده غلط. قدام الالف لا ب، احنا عندنا قاعدة بتقول عدد الالكترونات المفقودة بتساوي عدد الالكترونات المكتسبة علشان نحقق قانون بقاء الشحنة. فلو بصينا هنا هنلاقي الحديد هنا 5 ودي في 2، يبقى هنا معانا كام الكترون؟ 10. وهنا الحديد 5 في 3 يطلع 15، لو جبنا الفرق ما بينهم 5. تعال على المنجنيز، المنجنيز هنا موجود في مركب اسمه MnO2 سالب، فهقول الMn بسالب 2 في 2، أو بسالب 2 في 2 بسالب كام؟ ولا أنا آسف الO4، أنا برضه عمال أقول كده. بسالب 2 في 4 بسالب 8، وطبعا بساويه بالشحنة اللي فوق يبقى سالب 1. يبقى المنجنيز هنا موجب 7. تمام. المنجنيز هنا موجب 7 وأصبح موجب 2، من موجب 7 لموجب 2، يبقى الفرق ما بينهم 5، والحديد كان 5، يبقى دي مظبوط. تمام، يعني لو حد فيهم فقد 5 التاني هيكتسب 5. تعالى على الألف، ليه ألف غلط؟ احنا لسه حاسبين المنجنيز هنا بموجب 7 وأصبح موجب 2، يعني الفرق ما بينهم 5. الحديد هنا موجب 2 وأصبح موجب 3، يعني الفرق ما بينهم 1، طبعا دي مش موزونة، يبقى دي غلط، يبقى الإجابة رقم ب. السؤال اللي بعده، عند غمس لوح من الفضة AG في محلول لكبريتات الخرسين، في محلول لإيه؟ لكبريتات الخرسين اللي هو رمزها ZnSO4. تمام، رد انت بقى عليا، هل ZN او AG يعرف يحل محل مين؟ هل يا هندسة AG يعرف يحل محل ZN؟ معذرة بس بنقفل التليفون. هل AG يعرف يحل محل ZN؟ لا، الكلام ده مش صحيح. ليه؟ لأن ZN أنشط من الفضة، فإذا مش هيحصل حاجة، فده غلط وده غلط، يبقى لا يحدث تغيير. لأن جهد أكسدة الفضة أكبر من الخرسين. يا جدع إزاي الخرسين أكبر في جهد الأكسدة؟ يبقى ده غلط، اللي فوق بيبقى في جهد الأكسدة اللي هو الخرسين. لا يحدث تغيير لأن أيونات الخرسين فعلا ما قدرتش تأكسد الفضة. وبعدين اتعلم وأنا نازل بعمل اختزال مش أكسدة، يبقى ده الإجابة. تمام، صلوا على النبي. السؤال اللي بعده سؤال ثابت إن شاء الله في امتحان الثانوية العامة 2026، ويا رب ما نغلط فيه. التفاعل التالي يعبر عن تفاعل. بص يا هندسة، لو جالك معادلة مالكش دعوة بيها، ركز على اللي تحت. الحديد هنا من موجب 2 بقى موجب 3 زاد، يبقى ده جهد أكسدة هسيبه. المنجنيز كان موجب 2 بقى موجب 7 زاد، يبقى ده جهد أكسدة بسيبه. بعد كده هرتبهم من حيث النشاط، أيهما أكبر؟ -0 علامة 8 ولا -1.3؟ لا، -0 علامة 8. إذا الحديد أنشط من المنجنيز. تمام، فهبدأ أطبق قواعدي. الحديد ده هيشتغل أنود، والمنجنيز هيشتغل كاثود لو الخلية دي خلية جلفانية. أما الحديد هيشتغل كاثود، اقلب بقى، والمنجنيز يشتغل أنود لو الخلية دي خلية تحليلية. طب ومين يقول لي يا مستر إن دي خلية جلفانية ولا تحليلية؟ المعادلة بقى اللي فوق اللي أنت سايبها. تعالى مثلا نركز على الحديد ده. الحديد هنا كان موجب 2 أصبح موجب 3، من موجب 2 لموجب 3 زاد، يبقى حصل له عملية أكسدة، يبقى أنود. الحديد شغال أنود في الخلية الإيه؟ الجلفانية، يبقى هي مش تحليلية، يبقى الخلية دي جلفانية. طب أنا عارف كده كده إن الجلفانية التفاعل بيكون فيها إيه؟ تلقائي، يبقى إجابتي لا إما ألف لا إما ب. هضطر أحسب ال EMF بتساوي جهد أكسدة الأنود اللي هو -0 علامة 8 ناقص جهد أكسدة الكاثود، ناقص تبقى زائد 1.3. لو عملت الكلام ده على الآلة هيطلع بنص، إذا الإجابة رقم ألف. السؤال اللي بعده، أي مالي صحيح عند تفريغ بطارية رصاص؟
لما بنيجي نفرغ اي بطارية فالبطارية دي في حال بتكون خلية جلفانية، يبقى التفريغ يبقى انا خلية ايه؟ جلفانية. في التفريغ لازم الطالب الشاطر يبقى مذاكر ان انا بيبقى معايا بي بي، وفي نفس الوقت بيبقى معايا بي بي او 2، الاتنين بيتحولوا لنفس المادة وهي بي بي اس او 4. البي بي لوحده بصفر، البي بي اس او 4 هنا البي بي بموجب 2، من صفر لموجب 2 يعني حصل عملية أكسدة، يبقى الرصاص هنا شغال أنود، يعني قطب سالب عشان دي خلية جلفانية. أما البي بي أو 2 عندها رصاص موجب 4، أصبح موجب 2 يبقى زاد، أو أنا آسف موجب 4 لموجب 2 قل، يبقى دي عملية اختزال، يبقى الراجل ده شغال كاسود، يبقى الخلية دي خلية هندسة جلفانية، يبقى ده موجب. حلو أوي. هبدأ أشتغل. تختزل أيونات رصاص موجب 4، فعلا الرصاص أقل موجب 4 حصل له عملية اختزال، بس عند القطب السالب لا والله عند القطب الموجب. يا مستر انت كاتب القطب السالب والوترية يا حبايبي، ما الموجب بتوصل بالموجب مش بالسالب، يبقى ده غلط. تزداد كتلة القطب السالب والموجب للبطارية، طبعا دي صح. ليه؟ لأن الرصاص بيتحول لكبريتات رصاص، بص بص، رصاص وتحول لكبريتات رصاص، يبقى مين أتقل؟ طبعا كبريتات رصاص، فكده كتلة الأنود زادت. طب هنا أكسيد الرصاص اتحول إلى كبريتات رصاص، قارنها رصاص قصد رصاص، 2 او قصد 4، وطبعا الأربعة يكسبوا غير إن عندك اس. فتعلم أثناء تفريغ بطارية الرصاص اللي هقوله لك ده يتذاكر. تزداد كتلة الأنود والكاثود، ركز، تقل الاي ام اف، يقل تركيز الالكتروليت، تقل الكثافة، يقل الاتش، يزداد البي اتش، يقل البي او اتش، يزداد الاو اتش. لو انت بتسمعني لأول مرة اكتبهم، فدي صح. انا قلت اثناء التفريغ تقل الكثافة، ما قلتش تزداد الكثافة. ده انا قلت اثناء التفريغ بيقل تركيز الاتش اللي هو الهيدرينيوم، مش بيزيد، يبقى ده غلط، يبقى الإجابة ب. السؤال اللي بعده، خلية جلفانية قطبها A و B كلاهما ثنائي التكافؤ، E ريدكشن يعني جهد الاختزال، لا أنا بشتغل بجهد أكسدة فهقلب الإشارة، أخلي ده موجب وأخلي ده سالب. كده مين أكبر؟ لا B أكبر من A، إذا B أنود و A كاثود. إحنا عارفين في الخلايا الجلفانية الأنود كتلته بتقل، يبقى يحصل نقص في كتلة الساق بتاعته، تمام. أما أو الكاثود اللي بيترسب فبيحصل زيادة في كتلة الساق بتاعته. حلو أوي. طب مين أكبر؟ والله بص، بي ب58.7 وإيه بالرقم ده، إذا مين أكبر؟ لا إيه أكبر، إذا بي أقل من إيه. دور لي بقى، بي بتساوي إيه؟ غلط، بي أقل من إيه صح، بي أكبر من إيه لا غلط، بي أكبر من إيه لا غلط، يبقى الإجابة رقم ب. السؤال اللي بعده سؤال رقم 6. سؤال بيقول تحدث التفاعلات الكهروكيميائية تلقائيا يعني خلية جلفانية. براحة أنا بفصص لك السؤال بسؤال أهو. الإكس هنا كان بصفر، أصبح موجب 2، من صفر لموجب 2 زاد، يبقى حصل له عملية أكسدة، واللي بيحصل له أكسدة بيبقى أنشط، يبقى إكس أنشط من واي طبعا لو خلية جلفانية. طب تعالى واي هنا كان بصفر، أصبح موجب 2 يبقى زاد، يبقى حصل له عملية أكسدة، إذا واي أنشط من زد. تعالى بس نمسك الحتة دي نرتبها، أنت قلت إكس أنشط من واي وواي أنشط من زد. نقرأ بقى اللي تحت، دبليو هنا كان زيرو بقى موجب، زاد ولا قل؟ زاد، يبقى حصل عملية أكسدة، إذا دبليو أنشط من إكس، دبليو انشط من اكس، يبقى دبليو ده فوق، تمام. حلو، انا كده رتبتهم. بيقول لك بقى بناء على التفاعل فهو عايز الفلز دبليو هو اقوى عامل مختزل، ولا الفلز اكس هو اقوى عامل مختزل، ولا واي ولا عامل المختزل اقوى، ولا زد ولا عامل المختزل اقوى. انا اعرف منين؟ اللي فوق ده اللي هو دبليو بيحب الاكسده، يبقى هو اقوى عامل مختزل لان العامل عكس العمليه. زد بقى اللي تحت ده اللي تحت بيحب الاختزال، يبقى هو أقوى عامل مؤكسد، يبقى أقوى عامل مختزل هو دبليو، وأقوى عامل مؤكسد هو زد. تعال نمسك الاختيار الأول، الفلز دبليو اللي أنا عامل عليه دايرة ده هو العامل المختزل الأقوى، صح، دي صح.
وأيونات زد اللي هي تحت ده هي أقوى العامل المؤكسد الأقوى برضو صح. يبقى ألف دي صح نتأكد. الفلز إكس هو العامل المختزل الأقوى غلط. الفلز واي هو العامل المختزل الأقوى غلط. الفلز زد هو العامل المختزل الأقوى لا هو العامل المؤكسد الأقوى وأيوناته كمان. يبقى ده الغلط. يبقى الإجابة ألف. السؤال اللي بعده. تم وضع 3 سيقان متساوية الكتل ABC في حجم متساوية من حمض الكبريتيك. لوحظ خروج غاز يشتعل بفرقعة في A و B. إذا A و B تفاعلوا. C ده بقى ما تفاعلش يبقى C ده تحت. A و B هما اللي تفاعلوا. طب مين أنشط؟ هو هيقول لك معدل تصاعد الغاز في B أكبر من A. إذا B أنشط من A. حلو أوي. عند عمل خلية جلفانية بين A و B. A و B اللي أنا أعرفه إن B هيشتغل أنود و A هيشتغل كاثود عشان دي خلية جلفانية. قال لي يعمل القطب A كأنود. لا والله ال A هنا شغال كاثود يبقى ده غلط. السؤال اللي بعده أو الاختيار اللي بعده عند عمل خلية جلفانية ما بين A و C. A أنشط يبقى A يشتغل أنود و C يشتغل كاثود. قال لي بيقولك يعمل القطب C كأنود. لا والله احنا كاتبين جنب C إن هو الكاثود يبقى ده غلط. أيونات الفلز سي يمكنها أكسدة A و B. سي دي تعمل إيه في A و B؟ هي سي دي طالعة لهم ولا نازلة لهم؟ لأ طالعة لهم. واللي طالع بيعمل أكسدة. يبقى في طالع أكسدة نازل اختزال خد بالك. يبقى أيونات سي يمكنها أكسدة ذرات A و B مظبوطة. السؤال اللي بعده بيقول أي من الاختيارات الآتية يعبر عن ما يحدث أثناء شحن بطارية أيون الليثيوم. أثناء شحن بطارية أيون الليثيوم بيتحول ال LiCoO2 إلى حاجتين. إلى LiC6 وبيتحول إلى CoO2. طبعا الطالب اللي مذاكر عارف الليثيوم هنا بموجب 1 الليثيوم هنا بموجب 3. قصدي الكوبالت أنا آسف الكوبالت هنا بموجب 4 والليثيوم هنا بصفر لأن هو مش متفاعل مع الكربون. الليثيوم اللي كان موجب ده بقى صفر. قل ولا زاد؟ قل. يبقى حصل عملية اختزال يبقى شغال كاثود يعني قطب سالب. يا مستر مش الكاثود ده قطب موجب؟ حبيب قلبي قال شحن. شحن دي يعني خلية تحليلية. الخلية التحليلية عندها كاثود قطب سالب خد بالك. الكوبالت هنا كان موجب 3 أصبح موجب 4 يعني زاد يبقى حصل له عملية أكسدة يبقى شغال أنود يعني قطب موجب في التحليلية. واللي بيحصل له أكسدة بيسموا العملية دي عملية فقد إلكترونات. أما الاختزال هي عملية اكتساب إلكترونات. صلى على النبي. تعال نختار. يفقد أيون الليثيوم. كلمة يفقد يعني حصل له عملية أكسدة. والله الليثيوم حصل له عملية اختزال مش أكسدة يبقى ده غلط. ب يكتسب أيون الليثيوم. فعلا الليثيوم حصل له عملية اكتساب يكتسب. عند الكاثود فعلا والله عند الكاثود. المتصل بالقطب الايه الموجب. لا والله احنا كاتبين عنه ان هو قطب سالب يبقى ده غلط. وعلى السالب بيتوصل بالسالب بتاع المصدر برضه يبقى ب غلط. تعال على ج. يفقد ايون الكوبالت. فعلا الكوبالت حصل له عمليه فقد اكسده يعني. عند الانود. فعلا والله عند الانود اللي هو متصل بالقطب الموجب. ايوه فعلا هو متصل بالقطب الموجب فعلا. يبقى الاجابه رقم ج. السؤال بيتحل ببساطه. السؤال اللي بعده. من خلال التفاعل التالي. طبعا الخلية اللي قدامك دي خلية الزئبق خليك لماح. تمام. كل دول صح عن خلية الزئبق ما عدا. تعال نجيبها من الآخر. تتوقف عندما يستهلك الخرسين والزئبق صح أو أكسيد الزئبق صح. تستخدم في سماعات وآلات التصوير صح. هي خلية جلفانية أولية مظبوط. غير انعكاسية يعني ما بتتشحنش مظبوط. يقل جهدها. لا والله هي الخلية دي يا دكتور أثناء تشغيلها يعني جهدها ثابت لا يتغير أثناء التشغيل. دي ما بين السطور في الكتاب قوي خد بالك منها. تمام. صلى على النبي. سؤال رقم 10. الإجراءات التالية يزيد زمن استمرار الخلية دانيال. خلية دانيال أنا كان عندي هنا هندسة إناءين. والإناء الأولاني كان حاطين فيه نحاس محطوط فيه محلول لأيونات النحاس اللي هو CuSO4. وهنا هندسة كنا حاطين ساق من الخرسين موضوع في محلول لأيونات الخرسين اللي هو ZnSO4 وموصلين الاتنين دول بسلك وحاطين هنا هندسة حاجة اسمها قنطرة ملحية.
تعالى بقى، تعالى نمسكهم من الاخر. اضافة بي اي سي ل 2 انا عندي مشكلة. الباريوم ده نصيبة، لان الباريوم بيتفاعل مع الكبريتات ويكون راسب، يبقى ده غلط، احنا ما ينفعش نحط محلول مش راسب. اضافة بي بي ان صفر عندي برضو مشكلة. البي بي بيتفاعل مع الاس او 4 ويكون راسب، ما ينفعش. ده لازم نحط محلول لا يتفاعل مع محلولي نصفي الخلية، ولا ده ولا ده. تعال ان اي تو اس عندي برضو مشكلة. الاس اللي هو الكبريتيد بيروح يتفاعل مع النحاس وبيكون سي واس، وده راسب اسود ما تجيش. تعال اضافة سي يو سي ال 2 الى نص خلية الكاثود، ده هيزود ايونات النحاس وده حاجة حلوة. وزيادة سمك قطب الخرسين فعلا، علشان الخرسين بيتاكل، فانا لو زودت كتلة ساق الخرسين هتبقى حاجة حلوة طبعا. خد بالك، وخد بالك ان لو بتكلم على خلية دانيال وانا فعلا مستخدم فيها ان ايه 2 اس او 4، ما ينفعش تستخدم حاجة من دول، لان الاس او 4 ده هندسة بيكون 5 رواسب، انت لازم تكون مذاكرهم كويس قوي. ال5 دول وهما الرصاص والفضة والزئبق والباريوم والكالسيوم. لو لقيت ال5 دول ما ينفعش. تمام، خد بالك. السؤال اللي بعده بيقول بدلالة المعادلات التالية: اكس كان موجب 2 بقى صفر، ده قل، يبقى حصل عملية اختزال بغير الإشارة خليها أكسدة. واي كان صفر بقى موجب 2 يعني زاد، يبقى حصل عملية أكسدة هسيبه. زد كان زيرو بقى موجب 2 زاد أكسدة هسيبه. رتبهم لي بقى من حيث النشاط: أكبر رقم اكس، ثم واي، ثم زد. واحدة واحدة. أيون اكس يستطيع أن يؤكسد زد؟ والله أنا اكس ده نازل، نازل يعمل ايه في زد؟ نازل يبقى يعمل عملية اختزال، يؤكسد غلط. العنصر زد يمكنه أن يؤكسد أيونات إكس؟ والله أنا طالع طالع يعني بعمل أكسدة، بس للأسف اللي فوق ما بيحصلوش أكسدة لذراته. أنا آسف، ما بيحصلش أكسدة لأيوناته، بيحصل لذراته، يبقى ده غلط. العنصر واي يستطيع أن يؤكسد العنصر إكس؟ والله واي طالع لإكس، طالع يبقى يعمل عملية أكسدة. تمام. وفعلا لا ذراته صح، بس مش واي هو اللي هيكسد ذراته، ده ايونات واي هي اللي هتكسد ذراته، وهو ما يتحقق في الاجابه د. لما بجيب لك فلزات يا هندسه ما ينفعش تستخدم ذره مع ذره، لازم ايون مع ذره. يعني ده ذره معلوش شحنه وده ذره معلوش شحنه، ما ينفعش، لازم يبقى ايون مع ذره. زي مثلا الف وب وج، وبقى جاي تختار. اما انا اسف، الف وب ود، ج ده مستبعده خالص، فعش ذره مع ذره، هي ايون مع ذره. خد بالك. السؤال اللي بعده سؤال رقم 12: خلية جلفانية من قطبين اكس وواي، وكانت قراءة الفولتميتر اللي هو الاي ام اف بالرقم ده. اذا علمت ان الالكترونات تتحرك من واي لاكس استفدت ايه؟ الالكترونات بتتحرك من الانود للكاثود، يبقى انا استفدت ان واي انشط من اكس. تمام، واي انود واكس كاثود، ده اللي انا استفدته. هبدأ اشتغل. الاي ام اف قانونها بيقول جهد اكسدة الانود اللي هو واي ناقص جهد أكسدة الكاثود اللي هو إكس. تمام. أنا بقى مديك ال EMF باتنين علامة واحد زيرو، ومديك الواي بواحد علامة ستة ستة، ناقص جهد أكسدة إكس. أنا مش عندي جهد أكسدة إكس، أقدر أجيبه هتحسب جهد أكسدة إكس يا هندسة، ودي بعكس الإشارة تطلع سالب زيرو علامة أربعة أربعة. خد بالك ده جهد أكسدة إكس، هو عايز جهد اختزال إكس. طب ما جهد الاختزال هو نفسه جهد الأكسدة ولكن بعكس الإشارة. لو كان جهد الأكسدة بسالب زيرو علامة أربعة أربعة، يبقى جهد الاختزال بموجب زيرو علامة أربعة أربعة. السؤال اللي بعده: من خلال التفاعلات التالية إكس كان زيرو أصبح موجب اتنين يعني زاد، يبقى حصل له عملية أكسدة، إذا إكس أنشط من واي. حلو قوي. خش على اللي بعده. تعالى، واي كان زيرو أصبح موجب اتنين، زاد ولا قل؟ زاد، حصل له عملية أكسدة، إذا واي أنشط من زد. حلو، تعال رتب بس شوية دول، أدي إكس وأدي واي وأدي زد. تعال، واي كان زيرو أصبح موجب اتنين، زاد ولا قل؟ زاد، يبقى حصل عملية أكسدة. والاتش اللي كان موجب
اصبح زيرو، يبقى حصل عملية اختزال. خد بالك قال لي الاي ام اف بتاعت الخلية دي بسالب زيرو علامة 8، يبقى ده معنى كده ان جهد اكسدة واي بسالب زيرو علامة 8، وجهد اكسدة الهيدروجين كده كده بصفر. خد بالك اذا الهيدروجين اعلى من الاتش. صلوا بينا على النبي. اللي تحت دي على فكرة خلايا تحليلية مش جلفانية، بس مش فارقة معاك ومش هتأثر معاك يعني، بس مش مشكلة. مالي صحيح العنصر زد اللي هو تحت ده يستطيع أن يحل محل هيدروجين يا جدع؟ ازاي ده يعني يتفاعل مع الأحماض يعني يستطيع أن يحل محل هيدروجين؟ مستحيل طبعا، ده الهيدروجين أعلى منه، الهيدروجين فوق. العنصر اكس بقى اللي هو فوق خالص ده لا يتفاعل مع يا جدع ازاي؟ ده هو أنشط من الهيدروجين يبقى بيتفاعل طبعا. يعمل أو يستخدم العنصر واي كغطاء أنود لزد، أدي واي ودي زد، واي أنود وزد كاثود. واي بقى يعمل كغطاء انودي، ما هو واي انود يبقى غطاء انودي، يبقى الاجابه دي. السؤال اللي بعده، تم استخدام جهاز الهيدروميتر لقياس الكثافه النسبيه لمحلول حمض كبريتيك في بطاريه رصاص حامضيه. وجد ان الكثافه بالرقم ده، الرقم ده ادام اقل، الكثافه لو اقل من 1.2 جرام على السنتيمتر مكعب، يبقى البطارية دي مش مشحونة، ده بالعكس تحتاج إلى الشحن. يعني بالبلدي كده ما بيني وما بينك الخلايا دي في حالة تفريغ. تمام، حلو أوي. البطارية كاملة الشحن لا والله هي تحتاج إلى الشحن عشان أقل من 1.2. كتلة الأقطاب في هذه الحالة والله في أثناء التفريغ أنا لسه قايلها لك في أول صفحة، البي بي اس 4 بيبقى أكبر يعني بتزداد الكتلة الأنود والكاثود عشان البي بي والبي بي او 2 بيتحولوا البي بي اس او 4. تركيز حمض الكبريتيك قليل، فعلا في التفريغ تركيز الحمض بيقل بسبب حدوث أكسدة واختزال. لا والله الأكسدة واختزال بتحصل للرصاص بس. قيمة البي اتش المحلول في هذه الحالة أكبر، والله أثناء التفريغ أنا عندي معلومة إن الاتش بتقل والبي اتش بتزيد والبي او اتش بتقل والاتش بتزيد او الاو اتش بتزيد. حلو قوي. بيقول لك قيمه البي اتش في هذه الحاله هتكون كبيره اكبر يعني طبعا، يبقى الاجابه ده. السؤال اللي بعده، في محلول او في الخلايا الجلفانيه تستخدم القنطره الملحيه للحفاظ على التعادل. اي من الخلايا التاليه يكون استخدام كي سي ال فيها غير مناسب؟ يبقى كده ان الكلور ده هيكون راسب. طب افتكر الكلور بيكون 3 رواسب مع الفضة، وبيكون مع الرصاص، وبيكون مع الزئبق في الباب التاني. اختار مين؟ ادور بقى على حاجة فيها فضة رصاص زئبق. في فضة رصاص زئبق؟ لا. في فضة؟ لا. ولا ده لا. في هنا فضة الحمد لله، خلاص يبقى الإجابة دي. السؤال اللي بعده سؤال رقم 16. خلية جلفانية قطبها اكس وواي، جهد أكسدتهم مديني جهد أكسدة كتر خيره هسيبها زي ما هي، اكس انشط من واي عشان اكبر كرقما يعني. بقول لك اي الاجراءات الاتيه تقلل الجهد وفي نفس الوقت تغير اتجاه التيار. خلينا نمسك في الحته دي. اولا الالكترونات هنا بتتحرك من اللي فين؟ من اكس لواي، من اكس الى واي الى واي. خد بالك استبدال العنصر اكس، يعني انا شلت عنصر اكس وحطيت مكانه زد الذي يعمل كقطب مضاحي. قطب مضاحي يعني انود. تمام، يعني زد ده انشط من اكس، يعني زد ده انشط من اكس. هي مش الالكترونات كانت بتتحرك من اللي فين؟ من اكس الى واي، هتبدا تتحرك من اللي فين؟ من زد الى واي، لسه الى واي، يبقى اتجاه التيار ما اتغيرش. استبدال العنصر هرتبهم لك تاني، ادي اكس وادي واي. الالكترونات كانت بتتحرك من اكس لواي اتجاهها كده. قال لي يا مستر استبدال العنصر واي، شلت واي ده بقى وحطيت مكانه دبليو اللي يعمل كغطاء كاسودي، يعني كاسودي يعني تحت، يعني شلت واي ده وحطيت مكانه مين؟ دبليو، شلت دي خالص اهو. طب الالكترونات هنا بقى كانت بتتحرك من اكس لواي، هتصبح تتحرك من اكس الى دبليو، فهي لسه بتتحرك من اكس، فخلاص ما اتجاه التيار ما اتغيرش. تعالى على جيم، انا معايا اكس ومعايا واي. قال لي القطب الهيدروجيني القياسي هيبقى تحت، فواحد قال لي يا مستر اشمعنى ليه تحت؟ حبيبي قطب الهيدروجيني القياسي ده بصفر، لو ركزت على واي هتلاقيه اكبر من صفر، واكس اكبر من صفر، يبقى اكس واي فوق. استبدال العنصر اكس، يعني انا شلت، هي الالكترون كانت بتتحرك من اللي فين؟ من اكس الى واي، من اكس الى واي. تمام، من اكس الى واي. خد بالك
انا شلت بقى اكس ده خلاص اتلغى ما بقاش موجود، وحطيت مكانه الاتش، فالالكترونات تتحرك بقى ان بادئ منين؟ من واي الى اتش. من واي الى اتش. انا اول مره اسمع من واي الى اتش دي، انا كنت بسمع دايما الى واي، دلوقتي من واي الى اتش. خد بالك بقى، يبقى من واي الى اتش، يبقى طبعا اتجاه التيار هيتغير، بدل ما التيار كان بيروح من اكس الى واي اصبح بيمشي من واي مش الى واي. خد بالك. يبقى الاجابه ج. السؤال اللي بعده سؤال رقم 17. اي مال ينطبق على خليه الوقود وخليه الزئبق كلاهما يحتاج الى مصدر خارجي، يعني بتشحنه. والله دي خلايا اوليه غير انعكاسيه، يعني لا تحتاج الى الشحن. التفاعلات الآتية هي تفاعلات تلقائية انعكاسية، لسه قايل والله غير انعكاسية، وده غلط. قيمة البي اتش للإلكتروليت المستخدم أقل من 7. والله الكي او اتش احنا بنستخدم فيها الاتنين كي اتش، وكي اتش ده قلوي، والقلوي البي اتش بتاعه بتبقى أكبر من 7، أقل من 7 ده غلط. المجموع الجبري لجهد الخليتين يكون أقل من بطارية أيون الليثيوم ده 3 فولت. خلية الوقود عاملة لها 1.23، خلية الزئبق 1.35. ايه رأيك لو جمعنا الرقمين دول على بعض؟ يبقى 1.35 زائد 1.23 يطلع ب2.58. 2.58. هل فعلا مجموعهم كان أقل من التلاتة؟ فعلا كان أقل من التلاتة، يبقى الإجابة رقم د. السؤال اللي بعده 18. الجدول التالي يوضح جهود الأكسدة، جهود أكسدة كتر خيره، رتبهم. قال لي إكس هيبقى أنشط من واي أنشط من زد. قال لي أي الفلزات الآتية يتغطى من الفلز الآخر. واي عند غمره في إكس. بص، اللي بيتغطى العنصر الأكثر نشاط، يعني مثلا إكس ده هيتغطى بواي وزد، وواي ده هيتغطى بزد بس. اكس او قصدي اكس مش هيقدر يتغطى باي حد، ولا زد برضه. صلوا على النبي. او اكس انا اسف يتغطى بواي وزد، وواي يتغطى بزد بس، زد ده ما يقدرش يتغطى باي حاجه. واي عند غمره في اكس، لا والله واي عند غمره في زد، يبقى ده غلط. زد لا والله زد مش هيحصل له حاجه، يبقى الاجابه ج. واي ده لو غمرته في زد فزد ده هيترسب عليه، فخد بالك من الحته دي. صلوا على النبي. جميع العبارات التالية تصف بطارية أيون الليثيوم ما عدا يستخدم فيها فلز ممثل والليثيوم له كثافة منخفضة جدا، جهد أكسدته مرتفع، هو أكبر عناصر جهد أكسدة، يبقى ده صح. أثناء عملية الشحن يتحول الكوبالت من موجب 3 لموجب 4. تمام تمام. يتحول أيون الكوبالت الأكثر استقرار إلى أيون، احنا عارفين إن الكوبالت موجب 4 هو أكثر استقرار، والكوبالت موجب 3 ده أقل استقرار، فأنا كده بحوله من أقل استقرار لأكثر استقرار. هو كاتب بقى أكثر استقرار لأقل، عكسها، يبقى ده غلط، ده الإجابة عشان عايز ما عدا. نتأكد. كل 7 جرام من الليثيوم تعطي مول من الإلكترونات. الليثيوم هندسة بيفقد إلكترون واحد. تمام، بيفقد إلكترون واحد، إلكترون معناها 1 مول إلكترون، يبقى ده صح. عدد الإلكترونات المفردة في أيون الكوبالت يزداد أثناء الشحن. طب اللي أنا عامله ده شحن، تعال اما نشوف كده عدد الإلكترونات المفردة هيزيد ولا لأ. الكوبالت معروف إن عدد ذري 27، توزيعه أرجون 18، 4s2، 3d7. لما نشيل 3، 2 من الاس و1 من دي، ففي حالة إن هو موجب 3 أصبح معاه 4 إلكترونات مفردة، وفي حالة إن هو موجب 4 أصبح معاه 5 إلكترونات مفردة. فكده أثناء الشحن عدد الإلكترونات المفردة كان 4 بقى 5، يعني يزداد. مظبوطة. تمام، دي مظبوطة ودي مظبوطة ودي مظبوطة. هو عايز ما عدا، يبقى الإجابة ب. السؤال اللي بعده. كل ما يعد صحيحا بالنسبة لميكانيكية تآكل الحديد ما عدا يقوم الحديد. طبعا الحديد بيشتغل كأنود، يعني قطب سالب، صح. الذي يتأكسد ويزداد عزم مغناطيسي هو بيتحول من حديد إلى حديد موجب 3. كحديد أنا معايا 4 إلكترونات مفردة، كحديد موجب 3 معايا 5، يبقى العزم بتاعي زاد، صح. شوائب الكربون تقوم بدور الكاثود فعلا، وبيختزل عندها الأكسجين، مظبوط. عمليات الأكسدة والاختزال هنا بتكون تلقائية غير انعكاسية غير مرغوب فيها، مظبوطة. الصدأ هي عملية بطيئة، مظبوط.
لأن الحديد فلز محدود النشاط، دي غلط بقى. الحديد فلز متوسط النشاط. أمال مين اللي محدود؟ ده النحاس، يبقى ده غلط في الباب الأول، يبقى ده الإجابة. السؤال اللي بعده، الإلكتروليت الذي يؤدي إلى تآكل المعادن بسرعة أكبر لازم يكون حاجة قوية. حمض الفوسفوريك ضعيف، حمض الكربونيك ضعيف، حمض النيتريك قوي، حمض الكبريتيك قوي. ولكن مين أقوى؟ طبعا حمض الكبريتيك، لأن تركيز الاتش اللي فيه على ده عنده 2 اتش، ده عنده اتش واحدة. خد بالك. سؤال رقم 22، تتكون خلية جلفانية قياسية من قطبين افتراضيين هما A و B، حيث يعمل A كأنود والقطب B ككاثود. فاللي أنا فهمته إن A أنشط من B. حلو أوي. عند استبدال نص خلية A بنص خلية C، يعني أنا شلت A ده وحطيت مكانها C، لوحظ انخفاض في قيمة ال EMF مع بقاء اتجاه السريان زي ما هو. الإلكترون بتتحرك من A ل B، هو بقى شال ايه وحط سي، فالاي ام اف قلت، يبقى سي تحته شويه، واتجاه الطرز لسه زي ما هو كان بيتحرك من اي لبي، هيتحرك من سي لبي، يعني لسه الى بي برضه، يبقى ده تمام. قالك بقى عند استبدال نص خلية بي اللي تحت ده، شلناه وحطينا دي، لوحظ تغير او زيادة قيمة القوة الدافعة الكهربية للخلية مع حدوث انعكاس في اتجاه سريان التيار الكهربي. ركز، انا شلت بي، انا كان معايا الاول ايه وبي اهو، انا بقى شلت بي ده وحطيت مكانها سي، فالاقطاب او اتجاه التيار اتغير، يبقى سي ده انشط من ايه؟ ما الالكترون كانت بتتحرك من ايه لبي، دلوقتي هتتحرك من سي الى ايه، يعني كانت بدل ما تتحرك من ايه اصبحت تروح لايه، يبقى سي ده، او انا اسف دي معلش، يبقى دي ده انشط واحد فيهم، يبقى دي اي سي بي. تمام. خد بالك، بيقول لك بقى ما هو الترتيب الصحيح لجهود الأكسدة؟ أكبر جهد أكسدة دي ثم A ثم C ثم B، وهو ما تحقق في الإجابة رقم ألف. السؤال اللي بعده 23، خلية جلفانية ثانوية يعني بتتشحن، أقطابها إكس وواي، لها جهد تحول إكس من موجب 2 لصفر، ده أقل يبقى ده جهد اختزال غير الإشارة، وده من صفر لموجب يعني زاد، يبقى ده أكسدة سيبه. أيهما أنشط؟ يبقى واي أنشط من إكس. حلو أوي. ما اللي يحدث أثناء الشحن؟ أثناء الشحن يبقى الخلية دي خلية تحليلية، يبقى واي يشتغل مش أنود كاثود يا هندسة، عشان دي خلية تحليلية، وإكس يشتغل أنود. الخلايا التحليلية عكس اللي في دماغك، خلف خلاف يعني. فواي هو كاثود، يبقى يحصل عملية اختزال ليه، أما إكس ده أنود يحصل عملية أكسدة ليه. خد بالك، التفاعلات الآتية تحدث أثناء الشحن. والله الإكس كان زيرو أصبح موجب، من صفر لموجب زاد، يبقى حصل عملية أكسدة، يبقى ده أنود. هل فعلا الإكس أنود؟ مظبوطة، سيبها زي ما هي، الله أعلم، ممكن نختارها. تعال، الواي كان موجب 2 بقى زيرو، زاد ولا قل؟ قل، يبقى حصل عملية اختزال، فعلا اختزال كاسود، ينفع تيجي. هنتأكد. اكس اللي كان موجب اصبح صفر اختزال يعني كاسود، يبقى ده غلط وده غلط. قدام اختيارين، صلى على النبي، لا اما اختار ده لا اما اختار ده. اولا يا هندسة تصلي على النبي وتوحد الله كده عشان ربنا يبارك لك. بص يا هندسة، هي اللعبة هنا بس في واحد مصحصح. هنا بص، الواي هنا كان موجب 2 بقى صفر، قال يبقى حصل عملية اختزال، واختزال معناها اكتساب الكترونات، فلو ركزت هتلاقي هنا بيتم فقد الكترونات بره، يبقى يتم فقد، يبقى ده غلط، يبقى الإجابة رقم ألف. تمام. صلى على النبي. سؤال رقم 24، لديك خلية جلفانية متكونة من قطب الخرسين وقطب الهيدروجين، طبعا الخرسين أنشط من الهيدروجين. تمام. أي من الاختيارات الآتية يعبر بشكل صحيح؟ لو شلنا بقى الخرسين ده وحطينا النحاس، طبعا اتجاه التيار هتتغير، مع الإلكترون كانت بتتحرك من الخرسين إلى الهيدروجين، أصبحت تتحرك من الهيدروجين إلى النحاس، يبقى كده اتجاه حركة الإلكترونات هتتغير، يبقى ألف غلط وجيم غلط، هشيلهم لك خالص أهو. تمام. إيه اللي هيحصل لتركيز أيون ال H أنا آسف؟ الهيدروجين هنا يا هندسة هو الأنشط من النحاس، فهيشتغل أنود، وأدام اشتغل أنود يبقى بيتحول من H2
إلى 2 اتش موجب. وإيش عرفك يا مستر؟ يا ابني ما الهيدروجين لوحده بصفر أصبح موجب يعني زاد، يبقى حصل له عملية أكسدة. كده أيونات الهيدروجين بتزيد ولا بتقل؟ طبعا بتزيد، يبقى الإجابة رقم ب مش بتقل. تمام؟ ما عشان الذرات عمالة تتحول لأيوناتها. خد بالك. السؤال اللي بعده، بناء على جهود الاختزال القياسية المعطاة. دي جهود اختزال، أنا ما بشتغلش بجهود اختزال، أنا هحولها لجهود أكسدة. هشيل ده وأخليه سالب 0.34، وهشيل ده وأخليه موجب 0.44، ثم رتبهم لي من حيث النشاط. إذا الحديد أنشط من النحاس. بيقول لي إيه بقى؟ يتحقق فيها أن تكون قيمة قيمة جهد الخلية اللي هي الإي سيل تساوي قيمة الجهد الاختزال القياسي للمهبط. آني بقى خلية تتكون من النحاس. استنى بقى، هو قال دي خلية جلفانية، فإذا الحديد أنود والنحاس يشتغل كاثود. هو بقول لك بقى أنا عايز الإي إم إف تساوي جهد اختزال المهبط. المهبط اللي هو الكاثود اللي هو النحاس. حلو قوي. ان لما يكون عندي خلية طبعا ما ينفعش لازم يبقى قطب الهيدروجين موجود. ما انا عايز الاي ام اف تبقى تساوي حد فيهم. طب هو مين بقى، النحاس ولا الحديد؟ انت بتقول بتساوي جهد اختزال احدهم. جهد اختزال احدهم يبقى النحاس. يبقى الاجابة رقم الف. عمال اعلم لك انها جهد اختزال. اختزال يعني عملية ايه؟ على جهد اختزال يعني اختزال بيحصل عند الكسر. شكرا. صلوا على النبي. نخش بقى دكاترة على سؤال 26. سؤال بيقول جميع ما يلي من وظائف القنطرة الملحية في خلية دانيال ما عدا تسمح بمرور الإلكترونات. يا جدع، يعني الإلكترونات هتمشي في المحلول؟ لا طبعا ما ينفعش. هي دي الإجابة عشان عايز ما عدا. الإلكترونات بتمشي في السلك مش في القنطرة الملحية. تسمح بالاتصال غير مباشر صح. تسمح بإن كاتيونات بتروح ناحية كاسود اللي هو النحاس صح. الانيونات اللي هي بتروح ناحية الانود هي الاخر سين صح. يبقى ده صح. كل دول صح ما عدا الف. سؤال 27. التفاعلات التالية تحدث في خلية جلفانية في الظروف المناسبة. اكس كان زيرو اصبح موجب 3 زاد، يبقى حصل عملية اكسدة. اذا اكس انشط من واي. والواي اللي كان صفر بقى موجب 3 زاد، يبقى حصل عملية اكسدة. يبقى اذا واي انشط من زد. لو عايز ارتبهم اكس واي زد. من التفاعلات السابقة ايه ده؟ اكس وواي عاملين لهم اي ام اف مقدارها 2.47. واي وزد عاملين لهم اي ام اف ب0.62. لو بصيت في المعادلة اللي انت شايفها، هو عايز زد واكس يعني عايز ده. فطالب الشاطر قال لك خلاص هنجمع الرقم ده والرقم ده مع بعض يدينا ده. قلت له جدع هيطلع فعلا ب3.09. روح بقى اختارها. قال لك غلط عشان انت ما بتقراش المعادلة كويس. الزد هنا كان زيرو بقى موجب 3 يعني زاد، يبقى حصل له عملية أكسدة يبقى أنود. وإكس ده أكيد كاسود. طب هو ينفع؟ ينفع لو الخلية دي خلية هندسة تحليلية. وتحليلية أنا بإشارة إيه؟ سالبة. خد بالك عشان ما تتوهش، لأن السؤال زي ده بيجي ثانوية عامة كتير. خد بالك. السؤال اللي بعده 28. التفاعلات التالية تحدث عند غمس بعض فلزات في محاليل أخرى. ادرسها جيدا. إكس حل محل واي، إذا إكس أنشط من واي. اكس حل محل زد، اذا اكس انشط من زد. اكس لما جه يتفاعل مع دبليو معرفش، اذا دبليو انشط من اكس. اذا دبليو ده انشط واحد ثم اكس. ناقص اعرف واي ولا زد. قال لي واي حل محل زد، يبقى واي انشط من زد. اذا واي وادي زد. كده انا رتبته. صلى على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ركز كده معايا. شيل بس ده. قال لي الفلزات التي تقوم بدور الانود فقط. هو دبليو اللي هو اللي هيشتغل انود بس. يبقى ب غلط وج غلط. دول غلط. تعالى بس. الفلز الذي يقوم بدور الكاثود فقط هو واي بس. واي يقدر الفلزات التي تقوم. استنى يا ده لا يحدث تفاعل هنا. انا اسف معذرة
معذرة ما خدتش بالي والله، انا بحسب ان واي حل محل مش فارق. يبقى واي هو اللي هيشتغل كاسود فعلا، يبقى الاجابة الف. هو سؤال سهل يعني بس انا ما خدتش بالي فعلا بجد. صلوا على النبي. معذرة يا دكاترتنا. 29. كل بني ادم خطاء يعني، بس انا بجد يعني ما خدتش بالي. في تجربة قياس الجهد القياسي لفلز باستخدام قطب الهيدروجين القياسي سجلت المشاهدات. تركيز أيون ال H زاد، معنى كده هندسة إن الهيدروجين بيتحول ل H موجب. تمام، إن أنا أتحول من صفر لموجب ده أكسدة، يبقى ساعتها قطب الهيدروجين شغال أنود. قيمة ال pH لمحلول تزداد. ادام البي اتش زادت يبقى الاتش قلت، اعكس اللعبة. يبقى ده معناه ان الاتنين اتش موجب بيتحولوا ل H2، وادام الاتش موجب بيتحول الى H2 يبقى تركيزها بيقل، ساعتها شغال كاثود عشان بتحول من موجب لصفر، يعني اختزال يعني. تتصاعد فقاعات غازية، ادام تصاعد فقاعات غازية فانا بيطلع معايا الهيدروجين، يبقى معنى كده ان ال 2 اتش موجب بيتحولوا لهيدروجين، يبقى برضو لسه كاثود. تزداد كتلة القطب الفلز المراد قياسه، أدام الفلز ده زاد كتلته يبقى الفلز ده شغال كاثود، يبقى الهيدروجين ساعتها شغال أنود. بيقول لي أي هذه المشاهدات تدل على أن الفلز المراد تعيينه يعمل كأنود. يعمل كأنود ساعتها قطب الهيدروجين بقى يشتغل كاثود، وقطب الهيدروجين شغال كاثود في التفاعل كام؟ 2 و3، يبقى الإجابة ج. السؤال اللي بعده واحد من أجمل الأسئلة، وجي امتحان الثانوية العامة 2025. سؤال زي ده مهم جدا، خد بالك منه. باستخدام جهود العناصر التالية عند استخدام قطبين من مساوق. تعالى بس نشوف. من موجب 2 لصفر ده جهد اختزال هغيره، خليه موجب. هنا من صفر لموجب 2 زاد هسيبه يبقى أكسدة. من موجب 2 لصفر قل هغيره خليه سالب. رتبهم لي بقى من حيث النشاط، يعني هعمل حاجة، شيل ده كده وخليه سالب 0 علامة 3 4. رتبهم لي بقى من حيث النشاط، أكبر واحد إكس ثم واي ثم زد، هم مترتبين. قال الاختيارات الآتية بقى، قال لي بقى عند استخدام قطبين مما سبق لتكوين خلية جلفانية عاملة لها 0 علامة 5 7. مين القطبين اللي يعملوا لهم 0 علامة 5 7؟ تعالى كده نجرب. تعالى نجرب، صلى على النبي. انا بقول مثلا حاسس ان هما واي وزد. تعالى كده اما نشوف بس. 0 علامة 2 3 زائد 0 علامة 3 4. حلو، يطلع هما دول واي وزد. عرفت منين يا مستر ان هما واي وزد؟ لو تعالى نجيب الاي ام اف بتاعتهم. واي ب0 علامة 2 3 ناقص سالب 0 علامة 3 4 ناقص ناقص تبقى زائد 0 علامة 3 4. لو جبت الكلام ده هيطلع ب0 علامة 5 7، يبقى أنا كده ماشي صح. بيقولك بقى إيه؟ طبعا واي هنا شغال أنود وزد شغال كاثود عشان دي خلايا جلفانية، هو قالها. تمام، الخلايا الجلفانية ركز. قال لي بقى إيه اللي هيحصل عند استبدال الكاثود اللي هو زد ده؟ شلت ده زد ده شلته خالص أهو. شلته وحطيت مكانه بقى، حطيت مكانه ايه بقى؟ حطيت مكانه القطب التالت اللي هو اكس، فتصبح كده ما بين الاكس وواي. طب الالكترونات الاول كانت بتتحرك من واي الى زد، دلوقتي هتتحرك من واي الى زد. دلوقتي هتصبح تتحرك من اكس الى واي، من اكس الى واي، يبقى كده اتجاه التيار اتغير، يبقى انعكس صح. يبقى ده غلط، يبقى ده غلط. طب اي ام اف هيحصل لها ايه؟ هي كانت ب0 علامة 5 7. تعالى بقى نجيب الاي ام اف الجديدة ما بين اكس وواي. اكس ب0 علامة 4 0 2 ناقص واي 0 علامة 2 3. تعالى 0 علامة 4 0 2 ناقص 0 علامة 2 3، تطلع لنا هندسة ب 0 علامة 1 7 2. طب استنى، انا كنت في الاول ب0 علامة 5 7، بقيت ب0 علامة 1 7 2، يبقى قليت، يبقى تقل قيمة اي ام اف وهنعكس اتجاه التيار، يبقى ده سؤال مهم قوي. سؤال 31. في الخلايا اللي قدامك طبعا في قنطرة ملحية قدامك اهي، يبقى الخلايا دي خلايا جلفانية، يبقى ده غلط، مش الكتروليتية بها او ده. وتتحرك الكاتيونات، استنى يا ابني، الالكترونات بتتحرك من اللي فين؟ من الانود الى الكاثود. تمام.
وتتحرك كاتيونات بتروح للكاسود. هل بي كاسود فعلا؟ صح، يبقى ده الإجابة. ده سؤال سهل. السؤال اللي بعده سؤال 32. إذا تم ترسيب عنصر A طبقا للمعادلة التالية على العنصر B اللي جهد أجسادته بالرقم ده، اللي A موجب 2 بقى 0، قل ولا زاد؟ قل، يبقى حصل عملية اختزال. أسيبه ولا غيره؟ خليه سالب. ده سالب، وبي جهد أجسادته 0 علامة 4، إذا بي أنشط من A. حلو. قالك بقى أنا رصبت A على العنصر B، يعني أنا كان معايا عنصر اسمه B كده ورصبت A عليه. ده A. B ده أنود وA كاسود. مين اللي فوق؟ A، يبقى A ده كاسود، يبقى الحماية حماية A كاسودية. انت لما بتيجي تقول الحماية بتركز على اللي فوق، فالحماية حماية كاسودية مش أنودية، يبقى ده غلط وده غلط. حماية كاسودية ويحدث اختزال. طبعا أي حماية أو أي صدى بيحصل اختزال للأكسجين، ده ثابت. السؤال اللي بعده. عند غمس فلز ثنائي التكافؤ في محلول يحتوي على أيون فلز آخر زد، ما قالش تكافؤ إيه، لوحظ أنه عند ذوبان 3 مول من الفلز إم ترسب 2 مول من زد. طب ما تصلي على النبي، مش إم ده فلز ثنائي التكافؤ، وهو إم ده بيتحول إلى إم موجب 2 عشان هو فلز ثنائي التكافؤ وبيفقد 2 إلكترون. الراجل بقى عايز يدوب كام مول؟ 3، يعني تضرب ده في 3. تمام، فيصبح ده كام إلكترون؟ 6 إلكترونات، مع 2 في 3 ب6. بيقولك بقى ترسب 2 مول من زد. تعال على زد. زد ده بقى هيكتسب الإلكترونات. قال لي فترسب 2 مول من زد، يعني ترسب من زد ده 2 مول. حلو. وزد ده جاله 6 إلكترونات. فعلا، يبقى لازم الزد ده يبقى موجب 3. اشمعنى يا ابني موجب 3 يا دكتور؟ قال لي صلى على النبي. حبيب قلب الدكتور، الموضوع بسيط. أنا زد، أنا عشان أبقى 2 يبقى أضرب 2 في 3 ب6 إلكترونات، خلاص يبقى زد ده شحنته موجب 2. خد بالك، صلوا على النبي. تكافؤ زد أحادي غلط، تكافؤ زد ثنائي غلط، وتكافؤ ثلاثي. وينقص تركيز أيونات زد في المحلول. طب استنى، قال لي عند غمس فلز، انا معايا فلز اسمه ام في محلول فيه زد. تمام، اذا زد ده هيترسب هنا، هيترسب على الساق، وادام ترسب يبقى ايوناته اللي في المحلول بتقل، يبقى ينقص تركيز ايوناته في المحلول، يبقى جي. السؤال اللي بعده. مال يعتبر صحيح اثناء تشغيل خلية الزئبق. هفكرك بالمعادلة بتاعتها. زد ان زائد اتش جي او يدينا هندسة زد ان او زائد اتش جي. طبعا الخرسين كان 0 بقى موجب 2، حصل له عملية أكسدة يبقى شغال أنود. والزئبق كان موجب 2 بقى 0 قل، يبقى حصل له عملية اختزال يبقى شغال كسو. يحدث أكسدة لأيونات الخرسين؟ لأ، يحدث أكسدة مش لأيونات، لذرات الخرسين. يحدث اختزال لذرات الزئبق؟ لا، هو يحدث اختزال لأيونات الزئبق، يبقى ده غلط. يحدث أكسدة لأيونات الوتش، مش موجودة أساسا. أو يحدث أكسدة لأيونات الوتش؟ لا، مفيش الكلام ده. أيونات أو لا تتأكسد ولا تختزل؟ طبعا طبعا طبعا، وطالب الجميل عارف، وأنا كنت كاتبها له كمان على السبورة، حتى اللي بيسمعنا أول مرة ركز يا نجم إن الخرسين والزئبق هما اللعبة فيهم، الأكسجين ما تدخلش في الموضوع، يبقى ولا حصل له ولا أكسدة ولا اختزال. السؤال اللي بعده بيقول 4 أيونات فلزات أحادية التكافؤ X Y W Z. الترتيب التصاعدي كعوامل مؤكسدة. أقوى عامل مؤكسد Y، يبقى ده تحت، لأن اللي تحت بيبقى أقوى عامل مؤكسد، ثم X ثم W ثم Z. إيه العبارات الآتية الصحيحة؟ يمكن حفظ محلول W في وعاء مصنوع من X. يمكن حفظ، يعني أنا معايا إناها، تمام، محلول في W، يمكن أحفظه في محلول من X. حلو، دي تيجي، دي تنفع، تمام. اكس ده اقل نشاط ودبليو ده اكثر نشاط، انا بصنع الاناء دايما من فلز اقل نشاط، يبقى ده تيجي. نتأكد. يمكن استخدام ملعقة مصنوعة من زد؟ لا طبعا طبعا، اللي فوق ده اكثر نشاط، ولا اصنع منه معالق ولا اواني. خلص. يذوب الفلز واي ده
ويتأكسد تلقائيا. لا لا لا، واي ده أقل نشاط ما بيدوبش بيترسب، يبقى ده غلط. ذرات دبليو اللي هي فوق ده عامل مختزل أقوى من ذرات زد. دبليو ده احنا زد ده اللي فوق، يبقى فوق ده أقوى عامل مختزل. هل دبليو أقوى منه؟ يبقى ده مش هقول لك زد أقوى عامل مختزل، يبقى دبليو أقل منه طبعا. يبقى الإجابة ألف زي ما اتفقنا. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل يمثل خليتين. تعالى على الخلية الأولى، لو ركزت هتلاقي اتجاه المؤشر كده ايه كده، الإلكترونات اتحركت من اكس إلى واي، إذا اكس أنشط من واي، ده أول واحد. اللمة التانية اتجاه السهم اهو، فده معناه هندسة إن واي أنشط من زد، لأن الإلكترونات بتتحرك من الأنود للكاثود. حلو أوي، إذا اكس أنشط من واي، وواي أنشط من زد. اكس أنشط من واي، واي أنشط من زد. اكس وواي عاملينهم قد ايه؟ الاكس وواي عاملين جهد 0.9، واي وزد عاملينهم 1.56 في الرسم اللي قدامك. قال لي ايه بقى؟ انا عايز اعمل خلية ما بين اكس وزد، وقال خلية جلفانية. اطمن، اشتغل وانت شغال ما تخافش، هتطلع الإجابة مجموعهم. اجمع 0.9 زائد 1.56، 1.56 تطلع ب2.46. يبقى ده غلط وده غلط، ودي خلية جلفانية عن الإشارة بتاعتها موجبة، يبقى ألف. ماشي يا مستر، صلى على النبي. السؤال اللي بعده سؤال 37. A كان زيرو بقى موجب 2 زاد أكسدة سيبه. B كان زيرو بقى موجب 2 زاد أكسدة سيبه. C كان موجب 2 بقى صفر، قال لي اختزال غيره. مين أنشط؟ طبعا B أنشط، واحد أكبر رقم، ثم C ثم A. أي من عمليات الطلاء هي الأفضل؟ تعالى، طلاء الفلز B بالفلز C. B و C، B يشتغل أنود وC يشتغل كاثود. قال لي على إيدك طلاء الفلز B بC، يبقى كده مين فوق؟ C، يبقى دي حماية كاثودية. ماشي، تعال طلاء الفلز B بإيه؟ B و A، B أنود و A كاثود. تمام، تخطيط الفلز بي بإيه؟ يبقى إيه هو اللي فوق، يبقى دي كاسودية. تعال طلاء الفلز سي بالفلز إيه؟ سي وإيه الاتنين دول، سي أنود وإيه كاسود. تخطيط الفلز سي بإيه؟ يبقى إيه اللي فوق؟ يبقى دي حماية كاسودية. طلاء الفلز أنا معايا بقى سي وإيه، طلاء الفلز إيه بالفلز سي. تمام، سي انود وايه كاثود. اقرا طلاء الفلز A بسي، يبقى كده سي اللي فوق، يبقى حمايه انوديه. طبعا افضل حمايه هي الحمايه الانوديه، يبقى الاجابه د. اولا الف غلط وجيم غلط وب غلط، لان التلاته حمايه كاثوديه. السؤال اللي بعده، في خليه جلفانيه مكونه من قطب المغنيسيوم والفضه. طبعا المغنيسيوم انشط بكتير جدا من الفضه. المعادلات التالية تمثل التفاعل الكلي للأكسدة والاختزال الحادث. طبعا المغنيسيوم هو الأنود والفضة هو الكاثود، وقولها وانت مطمن لأن الخلية دي خلية جلفانية. المغنيسيوم كان زيرو أصبح موجب 2 أكسدة زاد، يبقى حصل، فده حلوة دي. والفضة كان موجب قل بقى زيرو، يبقى حصل له عملية اختزال والمعادلة موزونة، يبقى ألف صح. نتأكد. مغنيسيوم من موجب 2 لصفر قال لي اختزال يعني شغال كاثود، لا والله المغنيسيوم شغال انود، يبقى ده غلط. المغنيسيوم كان زيرو بقى موجب 2 حصل له عملية أكسدة، يبقى شغال انود، بس المعادلة دي مش مظبوطة يا جدع. يعني 2 في 2 ب4، وواحد في موجب بواحد، واحد وأربعة تيجي ازاي؟ ما تجيش. تعالى الأخيرة، طبعا الأخيرة غلط، تمام، علشان المغنيسيوم أو دي مش موزونة. ماشي، تعرف منين انها موزونة؟ بص بص، الفضة 2 مكتوب هنا موجب 2 في موجب واحد بموجب 2، صح؟ تعال المغنيسيوم مكتوب هنا موجب 2 اهو، يبقى الاتنين قد بعض. خد بالك. العبارات الآتية تصف بشكل صحيح العملية التي تحدث عند القطب الموجب. قطب موجب يعني كاثود، تمام، كاثود عشان خلية الوقود خلية جلفانية. ماشي، الكاثود والأكسجين، يبقى أنت ليك علاقة بالأكسجين يا ابني.
تحدث عملية أكسدة للهيدروجين، والله غلط. يحدث اختزال لجزيئات الأكسجين، صح، حيث تستهلك أيونات الهيدروكسيد وتنتج جزيئات مية، مظبوط. تحدث عملية أكسدة، والله ال OH في الخلية دي ولا بيحصل لها ولا أكسدة ولا اختزال، خد بالك، يبقى ده غلط. يحدث اختزال لجزيئات الأكسجين، حيث تستهلك جزيئات الماء استنى يا ابني، معلش استنى، عايزين نشيل دي، استنى، هي دي غلط. ليه بقى؟ الأكسجين هندسة هو بيدخل على ال OH أو بيدخل على المية ويحولها ل OH، ده اللي موجود. تعالى بقى، يبقى الأكسجين بينتج OH مش بيستهلك OH، يبقى الإجابة د، أنا اللي اتسرعتها، يبقى الإجابة د، صلى على النبي. السؤال اللي بعده، تعمل خليتان من الخلايا الكهروكيميائية. الخلية الأولى لا تستهلك ويستمر عملها باستمرار إمدادها بالوقود الغازي، دي خلية الوقود يا هندسة. الخلايا التانية بنتخلص منها بطريقة آمنة، دي خلية الزئبق عشان فيها عنصر السام اللي هو الزئبق. العبارات الآتية تصفهم بشكل صحيح. كلاهما خلية جلفانية، صح. قابلة لإعادة الشحن، لا والله ما بيشحنوش، دي غير انعكاسية. تتحرك في كليهما الأيونات اللي هي ال OH السالبة. ال OH السالب ده أنيون، والأنيون بيروح ناحية الآنود مش القطب السالب. استنى بقى، تتحرك في كليهما أيونات ال OH السالبة نحو القطب السالب، ماشي، القطب السالب اللي هو الأنود، فعلا دي صح دي، مش مستعجل، ما تخافش، ركز. جيم، كلاهما يحول الطاقة، هو الخلايا الجلفانية بتحول الطاقة ايه؟ الكيميائية الكهربائية، مش الكهرباء الكيميائية، يبقى ده غلط. قيمة البي او اتش لهما أكبر، عارف إنك هتستعجل وتختار دي، ياد مش البي او اتش، البي اتش هي الأكبر من السبعة، خد بالك. هما عندهم كي او اتش قلوي، والقلوي البي اتش بتاعته أكبر من السبعة، يبقى البي او اتش عكسها أقل من السبعة، خد بالك، يبقى ده غلط، يبقى الإجابة رقم ب. السؤال اللي بعده، عند توصيل، السؤال ده بقى يا جدعان فخ كبير جدا، احلى سؤال كتاب التفوق عمله في حياته بصراحة بالنسبة لي، تحفة فنية، خد بالك منه، ممكن يجي السنة دي والله. عند توصيل بطارية أيون الليثيوم بخلية الزئبق، السالب بالسالب والموجب، وعمال يلحن وبيضحك عليك. تعمل بطارية أيون الليثيوم كخلايا جلفانية ويتم شحن الزئبق، ولكن هو يتم شحن الزئبق والزئبق هتشحن الليثيوم. يا جدعان اقسم بالله كل ده عبط، ولا يحصل حاجة، ولا في حاجة تتشحن. يا جدعان اقسم بالله خلية الزئبق دي خلية أولية مش بتتشحن خالص، ولا بتشحن حد، يعني ولا ده ولا ده، خد بالك من الحتة دي، ولا ده ولا ده، أنا كلامي واضح. السؤال اللي بعده، سؤال رقم 42. ايه كان موجب 3 بقى 0 قل، يبقى حصل عملية اختزال، غير الإشارة. موجب 2 لصفر زاد ولا قل، يبقى حصل عملية اختزال برضه، غيره، خليه سالب. السي كان موجب بقى 0 زاد ولا قل، يبقى حصل عملية اختزال، غيره. رتبوني من حيث النشاط A C B. عند إضافة كمية من الفلز A في محلول يحتوي على أيونات B في التجربة الأولى، ما A هيحل محل B عادي، A أنشط يحل محل B. وعند إضافة الفلز A في محلول لأيونات C، A أنشط من C، يبقى A يحل محل C عادي، يعني مش هيحصل حاجة. يحل الفلز A محل B في التجربة الأولى بس، لا والله، هو في A يحل محل B و C، مش A مش B بس، يحل محل C في لا والله، يحل محل A في التجربتين طبعا عشان أنشط منه. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل يمثل إحدى طرق، طبعا ده القطب المضحي ودي حماية أنودية، طبعا أنا بيبقى معاه الحديد وبنحميه من المغنيسيوم الأنشط، تمام، المغنيسيوم الأنشط، يبقى دي حماية هندسة أنودية، صلوا على النبي. المغنيسيوم ده أنود يعني قطب سالب، أما الحديد ده كاثود يعني قطب هندسة موجب. هو بقى الراجل بيقول لك عايز اللي يحصل عند القطب الموجب، اللي هو الايه، صلى على النبي بقى، بيقول لك ما التفاعل حادث عند القطب الموجب اللي هو الكاثود، صلى على النبي. مستر ركز معايا شويه، الكاثود هتقول لي الحديد حمار، مؤاخذه في الكلمه،
I am so sorry، انا اسف، بس دي بتزعل قوي يا جدعان. اقسم بالله اي حماية اي صدى اي حاجة، والله 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 الاختزال اللي بيحصل عند الكاسود بيحصل للاكسجين. خد بالك، اقسم بالله بيحصل للاكسجين. يبقى الاجابة جيم. اصل انا عارف ان مصر كلها تقعد تختار الحديد، يقول لك ده الحديد ده كاسود. ولا بس يا ابني، في الحمايه الانوديه او الكاسوديه او الصدى، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اللي بيحصل له اختزال عند الكاسود هو الاكسجين. الاختزال الاكسجين. عمال اعيد اهو، معلش على اللي انا قلته، بس يعني والله كان يعني اصل لازم اقول كده عشان كله يركز. خلية جلفانية مكونة من اكس انود وواي كاثود، اذا اكس انشط من واي. ماشي حلو. إذا كانت كتلة كل قطب من القطبين 10، وبعد فترة تغيرت كتلة قطب الواي بمقدار 5. واي ده كاثود، كانت كتلته 10، اتغيرت بمقدار 5. طبعا الكاثود كتلته بتزيد فهتصبح 15 جرام. وإكس ده كان 10. يلا بقى، فما هي كتلة القطب إكس في تلك اللحظة، علما بأن إكس وحاد التكافؤ وواي ثنائي التكافؤ. طب ما تصلي بينا على النبي ربنا يكرمك. طب بص يا هندسة، صلي على النبي. تعالى كده نكتب المعادلات كده وربنا يكرمنا، عشان في وحادي وثنائي التكافؤ وليلة ما يعلم بقى إلا ربنا. صلي على النبي. إكس ده وحاد التكافؤ وهو شغال أنود. تعالى أدي إكس أنود، يبقى يحصل له عملية أكسدة ويفقد إلكترون واحد. تمام، عشان هو وحاد التكافؤ. وادي واي، هو واي ثنائي التكافؤ فيكتسب 2 إلكترون، وهو موجب 2 فيتحول إلى واي، أو أنا آسف، فيتحول من واي واي موجب 2 إلى واي زيرو. حلو أوي. يبقى أقل، يبقى حصل عملية اختزال. هنا 2 إلكترون وهنا واحد، ما ينفعش، لازم اللي فوق أطلع أضربه في 2. صلي بينا على النبي. ماشي يلا يا عم الحاج. اولا بيقول ايه بقى؟ بيقول لي فما هي كتلة القطب اكس في تلك اللحظة، علما بان اكس وحاد التكافؤ وواي ثنائي التكافؤ. زيد النبي صالة كده وركز معايا. تعال نمسك واي. واي يا هندسة انا احتجت فيه 2 مول الكترون، يعني بالبلد كده يعني 2 فردي. تمام. الاتنين فردي دولا يقدروا يرصبوا قد ايه من الواي؟ قال لي 65. 65. تمام. طب صلي بينا على النبي. انا كواي انا كنت 10 واتغيرت بمقدار كام؟ 5. طب انا بقى لو رصبت 5 هحتاج كمية من الكهربية مقدارها قد ايه؟ فهعمل عملية مقص. يبقى 2 في 5 على 65. يطلع ان كمية الكهربية هنا هندسة بزيرو علامة 1538. يبقى كمية الكهربية بالفرضية هتطلع بزيرو علامة 1538 فردي. دي كمية الكهربية اللازمة لترسيب 5 جرام من العنصر واي. ماشي. تعالى بقى على العنصر اكس. صلى على النبي. العنصر اكس يا هندسة، وحد الله كده وركز معاه ربنا يكرمنا ان شاء الله. عندك ايه يا هندسة؟ 2 مول الكترون، يعني 2 فردي. الاتنين فردي بيرصبوا. قال لي والله 2 اكس، الاكسال واحدة ب23، يبقى 2 في 23 ب46. يبقى الكم فردي اللي انا طلعتهم اللي هما 0.1538 يطلع قد ايه؟ يطلع قد ايه بقى؟ يرصب قد ايه؟ تعالى هنقول 2، او انا اسف، الرقم اللي احنا طلعناه 46 على الاتنين، يطلع لنا هندسة ب3 علامة 538. هتزغلل عينك وتروح تختارها، أنا عارف اللي هي الإجابة رقم ب. حبيبي ركز. إكس ده كل الاتنين كانوا ب10. إكس ده بقى اترصب عليه. تمام. قال لك بقى إيه؟ فما هي كتلة القطب إكس في هذه اللحظة؟ إكس ده أنود يعني كتلته بتقل. إكس بقى قال لي الرقم ده. طب هو كان داخل بكام؟ ب10. قال لي بقى الرقم ده، يبقى كتلته هتصبح كام؟ هطرحهم من بعض. يبقى 10 ناقص الرقم ده يطلع 6 علامة 462، يعني الإجابة رقم ألف. طبعا مسألة مستوى فوق العالي. المهم سؤال 45. بناء على التفاعلات التالية، إكس
انشط من واي، ماشي، اكس انشط من واي، والاي ام اف بالرقم ده. خد بالك، اكس انشط من واي ايه؟ تعالى احنا استعجلنا يا هندسه. صلى على النبي. حبيب قلب الدكتور، ده اكس كان زيرو بقى موجب 2 اكسده يبقى انود. بس هنا الاي ام اف باشاره سالبه، معنى كده خليه تحليليه، اشتغل عكس المتوقع. يعني صفر لموجب 2 زاد اكسده يبقى انود. هتقول لي اكس انشط ولا لا؟ والله واي انشط من اكس. قلت لك في التحليليه اشتغل عكس المتوقع، لان دي خليه تحليليه. تمام، هنا بموجب يبقى الخليه دي خليه ايه؟ جلفانيه. دي عادي بقى، اكس كان زيرو بقى موجب 2 يبقى اذا اكس انشط من واي، ده اشتغل عادي، او اكس انشط من زد. طب كده ترتيبهم واي ثم اكس ثم زد. رتب حسب قوتها كعوامل مؤكسدة، اللي تحت بيبقى أقوى عامل مؤكسد، يبقى زد أكبر من اكس أكبر من واي كعوامل مؤكسدة، بس هي طبعا بتبقى شحنات. احسب قيمة اي ام اف للخلية اللي هي ما بين زد وواي. صلى على النبي. بص يا هندسة، ركز بقى عشان ربنا يسترها. ادي واي واكس، تمام، عاملين لهم واحد علامة 0 3 لو هما جلفانية. ما هما الرقم ده تحليلية، احنا عايزينها بقى جلفانية، بنعكس الإشارة. اكس وزد بقى عاملين لهم يا هندسة حوالي 0 علامة 4 6. أنا عايز بقى واي وزد، عايز يا هندسة واي وزد، هجمع الرقمين على بعض، يبقى 1 علامة 0 3 زائد 0 علامة 4 6. فهتطلع يا هندسة بواحد. هتقولي كده الاي ام اف هتساوي 1 علامة 4 9. استنى بقى عشان نحط الإشارة موجبة ولا سالبة، على حسب التفاعل. بيقول إن زد كان زيرو أصبح موجب، يبقى زد ده أنود. وواي كان موجب 2 بقى صفر قال، يبقى حصل عملية غزال، يبقى كاسود. هو أساسا المفروض واي أنشط من زد. إيه ده طلع عكس المتوقع، يبقى الخلية دي خلية تحليلية يعني بإشارة سالبة. خد بالك، يبقى -1 علامة 4 9. السؤال اللي بعده، المعادلة التالية تعبر عن تفاعلي القطبين عند شحن بطارية النيكل كادميوم. قال لك عند شحن بطارية النيكل كادميوم، ماشي. النيكل كان موجب 2 بقى موجب 3 زاد، يبقى ده جهد أكسدة هغيره. والكادميوم كان موجب 2 بقى صفر قل، تمام. معلش أغيره ليه ده؟ معلش يا جدعان، معلش. صلوا بينا على النبي. هو كان سالب، يبقى -0 علامة 8. آخر سؤال بقى، معلش. الواحد برضو ايه، اتصور كذا فيديو ورا بعض فدماغه ضربت خلاص. من موجب 2 لموجب 3 أكسدة يبقى هسيبه زي ما هو. من موجب 2 لزيرو قل، يبقى حصل عملية اختزال، هغيره واخليه جهد أكسدة. تمام. بيقول لك احسب قيمة اي ام اف للخلية أثناء عملها كخلية جلفانية. صلى على النبي. أنا هشتغل عادي والدنيا هتبقى فل. قال لي دي أثناء الشحن، تمام. دي أثناء ايه؟ الشحن. يعني المعادلات التالية دي حصلت أثناء الشحن. النيكل كان موجب 2 بقى موجب 3، يعني حصل له عملية أكسدة، يبقى الراجل ده شغال أنود. والكادميوم ده شغال كاثود، تمام. حلو أوي. إذا مين أنشط من مين؟ عارفك اللي بتقول النيكل أنشط من الكادميوم، لا الكادميوم أنشط. يا مستر ده الكادميوم شغال كاثود. أيوة يا أستاذ، الكادميوم شغال كاثود والنيكل أنود لما الخلية دي كانت في حالة شحن، يعني خلية تحليلية. إذا الكادميوم يشتغل أنود والنيكل يشتغل كاثود لو الخلية دي خلية جلفانية. فخد بالك وركز. عايزين نحسب قيمة EMF في الحالة الأولى. ال EMF هتساوي جهد أكسدة الأنود اللي هو الكادميوم، اللي هو 0 علامة 4 0 2 ناقص ناقص تبقى زائد 0 علامة 8 9 8 اللي هو النيكل. فهتطلع لنا بإشارة موجبة لأن ال EMF في الجلفانية بتبقى موجبة. يبقى 0 علامة 4 0 2 زائد 0 علامة 8 9 8. تطلع لنا هندسة ب1.3. وضح بالمعادلات تفاعل الأكسدة التلقائي. التلقائي يعني جلفانية، في الجلفانية أكسدة يعني أنود. يبقى أنا هركز على الكادميوم بقى. شايف التفاعل ده يا ولا؟ ده تفاعل إيه يا ولا؟ اختزال. أنت بقى عكسه، خليه أكسدة بقى. يبقى الكادميوم اللي هو 0 يتحول من كادميوم إلى موجب 2 زائد 2 إلكترون. والله من صفر لموجب 2 زاد، يبقى حصل عملية أكسدة، يبقى أنود أثناء الخلية إيه؟ الجلفانية.
تمام يا هندسة؟ تمام يا دكتور، على الله تكون استفدت حاجة. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.